Congratulations, you're moving to the next level. Your next opponent is you. الراجل اللي بيقضي عمره كله بيحاول يجذب انتباه بنت مش بتحبه اصلا ومش بتفكر فيه اصلا بيخسر مع الوقت تدريجيا حاجه اخطر من الحب، الا وهي يا صديقي بيخسر احترامه لنفسه. وعشان كده احسن قرار احيانا مش انك تكسبها، احسن قرار انك تسال نفسك في الوقت ده هو انا اصلا مرتاح في الاحساس ده؟ لان الحب الطبيعي فيه رغبه متبادله، فيه طاقه رايحه وجايه، مش طرف بيجري وعامل كل الشقلبات وطرف تاني عامل نفسه جائزه نوبل وحاطط نفسه فوق والناس كلها المفروض توصل. وفي نقطه الحقيقه الناس كلها يا اما بتتجاهلها يا اما بتفهمها غلط، مش عارف. الراجل اللي البنات بتنجذب له مش اللي بيطنش لمجرد التقل، لا، بل غالبا الراجل ده بيكون عنده حياه، اهتمامات، كرامته اعلى من اي حاجه بكتير، مش مستعد يخسر اي حاجه فيهم عشان ينول اي قبول عاطفي. وده فرق ضخم جدا، فرق بين واحد واثق من نفسه وواحد بيمثل البرود عشان خايف من الرفض. الاول ده جذاب فعلا، التاني بقى هو متوتر بس لابس ماسك عشان يعرف يستر نفسه. وفي الاخر اكتر العلاقات انهاكا يا جماعه هي العلاقات اللي بتحاول تثبت قيمتك للي قدامك، لان الشخص المناسب غالبا مش هيحطك في امتحان طول الوقت، وفي نفس الوقت الطرف التاني مش لازم يعبدك او يخسر كل الدنيا عشانك. لكن غالبا العلاقه بتبقى عايزه مساواة في الطرفين، كل واحد يقول للتاني هو عايز ايه، كل واحد يبان للتاني اكتر ما هو باين لاي حد. وبس احنا بنعمله ده كله ليه؟ عشان نوفقوا زوجين في الحلال، اكتر من كده مش عايزين حاجه من الدنيا. انا اسمي محمود شعبان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.